معلش بقى عشان دماغي هتعمل ايرور من التصريحات بتاعت هدير وابوها. هدير عبد الرازق بعد ازمه الفيديو الاخير مع محمد اوتاكا طالعه بتقول الفيديو مش بتاعي، ده معمول بالذكاء الاصطناعي وحرام عليكم، مين اللي هيتجوزني بعد كده؟ هو اولا موضوع الجواز انت مش هتغلبي يا هدير، يعني مش هتغلبي، دي حاجه. تاني حاجه الفيديو مش معمول ذكاء اصطناعي يا هدير، يعني خلينا بس واقعيين شويه كده. الذكاء الاصطناعي هيعمل كده ازاي؟ ده في ناس على السوشيال ميديا بيقولوا ده 8 دقايق و9 دقايق و7 دقايق، يعني الذكاء الاصطناعي بيعمل دقيقه دقيقتين. ويعني معلش، ومن الصوره اللي واضحه على السوشيال ميديا ان ده فيديو ب 3 جنيه الا ربع متصور. الذكاء الاصطناعي والاي اي هيعمل حاجه 4K، يعني اللي هيعمل لك فيديو بالذكاء الاصطناعي هيوضبهولك صح، مش هيجيب زوايا ملوحه الناس تقعد رقبتها تتلوح عبال ما تتفرج على الفيديو اللي حسب الصور اللي منتشره. يعني ايه؟ فاذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل. ده بالنسبه لتصريح هدير. نخش بقى على تصريح بابا. بابا قال الفيديو احنا ما نعرفش عنه حاجه. يا عم الحاج ده كان اكرم لك انك تقول انا ما اعرفش حاجه عن هدير، ده مصر كلها عارفه عن الفيديو، لكن تقول يعني تتبلع انك تقول ما اعرفش حاجه عن هدير. وعاجبه اللي سرب الفيديو لبنتي ولا لبنتي؟ معلش يا عم ابو هدير، اصل هدير تخصص حاجات كانت بتعرضها، يعني دي بنتي ولا بنتي؟ بنتي، همشيها بنتي عشان برضو الرقابه. وعاجبه اللي سرب الفيديو لبنتي، ورجع بعد كده في تصريح تاني قال اللي في الفيديو دي مش بنتي. يعني شفت الفيديو يا عم الحاج؟ شفته؟ لا بص يا عم الحاج، عشان بس اللخبطه اللي بتحصل دي، اقعد انت وهدير كده او اتكلموا مع بعض، او شوف انتوا بتتواصلوا ازاي مع بعض، عشان على حد علمي ان هدير في الامارات دلوقتي. اقعدوا مع بعض وشوفوا انتوا هتطلعوا تقولوا ايه، بدل ما هي بتعك من ناحيه وانت بتطلع تقول كلام من ناحيه. رتبوا احبكوها عشان احنا مش ناقصين ايرور في دماغنا يا عم الحاج.